مفيش مشاعر في البيزنس، بياخد مني بال 10000 دولار ولا 15000 دولار وانا مبسوط، وفي اللي ب 100 دولار وب 5 دولار. امتى احس ان انا المفروض ارفع بقى السعر بتاعي؟ طول ما انت بتتطور البروجكتس اللي هتجيلك هتبقى معقده اكتر من البروجكتس القديمه، انت وقتك ده بفلوس. فانت لازم توزع الريسورسز بتاعتك بقى. باختصار كده، انت اعمل لنفسك زي مرتب انت عاوز تطلع بيه خلال الشهر. ادرس اجايل مانجمنت. وصلت لمرحله كويسه في الفريلانس وعاوز ابتدي اقنن وضعي. اللي بيعمل شركه وهو بيجبر نفسه انه يعمل شركه غالبا بيقع. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. من اكبر المميزات الموجوده في مجال البرمجه ان انت عندك اكتر من طريقه ممكن تشتغل بيها. يعني انت ممكن تشتغل في شركه وممكن تشتغل برضو بطرق تانية، لكن اكتر الطرق المعروفه اللي هي ان انت تشتغل في شركه. من ضمن اجمل الطرق التانية برضو اللي موجوده واللي فيها مكسب كويس وهي الفريلانس او العمل الحر. وطبعا بما ان ناس كتير سالوني في الموضوع وان هم عايزين يعرفوا ويتعلموا ازاي يشتغلوا فريلانس كويس، جبت لكم مره تانية المهندس احمد حسن، فرحبوا معانا بيه الاول. المهندس احمد حسن مش بس هو صاحب شركه برمجه هنا وفي الامارات، لكن هو اشتغل فريلانس لفتره وعارف الموضوع، وبما ان هو بيتعامل مع عملاء كل يوم فيمكن يعني ان شاء الله نقدر انا وهو نقدم لكم شويه نصايح كويسه تخليكم قادرين ان انتوا تتعاملوا مع العملاء كويس وفي نفس الوقت تكسبوا من الفريلانس ويبقى الموضوع بالنسبه لكم مش صعب، بسيط والدنيا كويسه. اهلا بيك مره ثانيه يا باشمهندس احمد. الله يخليك. الله يخليك. اول حاجه عايزين نعرف الناس الاول ايه الفرق بين العمل الحر والشغل في شركه؟ الفرق الاساسي ما بينه هو الاداره او اداره المشاريع او البروجكت مانجمنت، او ان انت تدير الدنيا. بمعنى ان انت لو شغال في شركه فانت عندك ناس قايمه بادوار حواليك انت مش شايفها. صحيح. اللي بينظم لك السبرنت مثلا انت هتشتغل عليه، اللي بينظم لك المواعيد اللي انت هتشتغل، يا اما فليكس تايم او ان انت هتيجي من الساعه كذا للساعه كذا. وانت قاعد شغال فالتيم اللي طالب منك تاسك معينه هتسلمها له، انت هتستلم من حد تاني، فالورك فلو اللي موجود متنظم لك. صحيح. من البدايه. فبالتالي في ناس شغالين بروجكت مانجمنت حواليك، وفي حد بيطلب منك شغل وفي حد بتطلب منه شغل، ففي انفايرمنت كده بشكل معين بتاعت شغل. صحيح. تمام. صحيح. طيب العمل الحر هو حر. فانت قاعد في السرير لا حد بيطلب منك حاجه ولا انت بتطلب من حد حاجه ولا فبالتالي انت في النهايه بتعمل الشغل بالكامل. مين تاني اللي انت مش ظاهر قدامك؟ فريق المبيعات اللي هو بيروح يبيع للعميل ويجيب لك العميل جاهز. صحيح. اللي بيشتغل بري سيلز مثلا ويجيب لك الريكوست وبيجيب لك الريكويرمنتس والسبيسيفيكيشنز والتفاصيل دي، والبيزنس اناليست اللي بيشغل معاك، الشخص اللي عمل تسويق اللي هو اصلا وصل للعميل في الاول. فدي كلها بقى بره الدايره عندك ان هو يجيب شغل اصلا انت تعمل له مانجمنت، او في حد يعمل لك مانجمنت بيه وانت تعمله في الاخر. مظبوط. في العمل الحر انت بقى بتقوم بالشخص اللي بيعمل تسويق، الشخص اللي بيعمل مبيعات، الشخص اللي بيعمل بري سيلز وسيلز بالكامل، كل الكلام ده كله، والشخص اللي بيعمل مانجمنت، والشخص اللي بيشتغل. كل ده مع بعض وان مان شو. فانت بقيت شركه. فدي انا بشوف الفريلانس هو انت اصعب من انت تعمل شركه. انت لو نجحت في الفريلانس اسهل لك بعد كده ان انت تاسس شركه. طبعا. فده الفرق الكبير ما بينهم. طبعا هو ده فرق طبعا كبير وواضح جدا، واكيد طبعا في فرق برضه في الربح. يعني انت شغال في شركه فانت عندك سقف، انت بتشتغل عليه مرتب. اما في الفريلانس لا، انت ما عندكش سقف، انت تقدر ان انت تجيب اي رقم زي ما انت عاوز، ما عندكش مشكله. كل ما انت اشتغلت اكتر في فير في التعامل، انا بشتغل اكتر فانا باخد اكتر. انما في الشغل في الشركات انا مش شرط اكون بشتغل اكتر فانا اخد اكتر، انا ممكن اكون بشتغل اكتر وباخد اقل. عادي، مفيش اي مشكله خالص يعني. ده بالاضافه طبعا لحته ان الفريلانس بيسمح لك ان انت ممكن ان انت تطور نفسك في حاجات تانية، زي ما قال الباشمهندس احمد ان انت بتبقى عارف معلومات كتير قوي في ادوار كتير، فاللي هو انت بتبقى خدت خبرات في الحياه بشكل عام يعني مختلفه. يعني دي برضو فروقات واضحه. طيب لو احنا دلوقتي عايزين نبتدي في مجال الفريلانس، انا دلوقتي مبرمج، بعرف مثلا اكتب كود مثلا بالدوت نت، او بكتب مثلا تطبيقات مثلا بفلاتر، ايه الحلول اللي قدامي عشان اجيب مشاريع فريلانس اقدر ان انا اكسب منها فلوس؟ جميل. عندك قسمهم 3 مراحل. اول مرحله الاسهل، الناس صحابك اللي بتقعد معاهم على القهوه واصحابك بتوع المدرسه وخلافه. خلينا ناخدها كده كبلان، حد لسه ما اشتغلش في الفريلانس خالص وعايز يوصل لمرحله ان انا بيجي لي الشغل لحد عندي. فانت اول حاجه انت ما عندكش اي بورتفوليو، انت لسه مخلص كورس فلاتر وجربت بايدك شويه وخلاص. اول مرحله خالص انت اعمل بروجكت ان انت تبني البورتفوليو بتاعتك. عندك سكتين فيه، سكه ان انت تعملهم من دماغك، انا والله هعمل اي كوميرس بلاتفورم، هعمل LMS، هعمل مش عارف ايه، هعمل 2-3 بروجكت كده يبقوا هم في البورتفوليو بتاعتي. جميل جدا. الحل الثاني واللي انا بشجعه اكتر ان انت تشوف حد محتاج الكلام ده، ابو صاحبك بقى ايا كان، هتروح اعملها له فور فري.
حلو جدا. ولو عايز يدفع لك حاجه يدفعها لك. يعني كان في باشمهندس اسامه الزيرو حكى قصه زي كده، ان هو في اول حياته شاف شركه، فراح شاف هم محتاجين ايه، الويب سايت بتاعهم فيه مشاكل، حل المشاكل، عمل لهم الويب سايت الجديد وقال لهم ده الويب سايت بتاعكم. وفي الاخر هم ادوا له فلوس، بس في البدايه هو عرض عليهم الموضوع فور فري. فمنها انت عملت بورتفوليو مش بس اي كوميرس، لا انا عملت اي كوميرس للشخص الفلاني او للشركه الفلانيه، وببلاش، ما حدش هيقول لك ببلاش لا يعني. تمام طبعا. فدي كده اول مرحله. المرحله الثانيه ان انت هتبدا بقى تشوف المعارف والاصحاب والكلام ده، هي منقسمه لجزئين. اول جزء المعارف والمواقع اللي هي بتاعت الفريلانس. هتشوف المعارف، والله مين عنده موقع عايز يعمله، مين عنده تطبيق، على حسب بقى الشغل بتاعك، وانت بسعر بسيط جدا. يعني انا في البدايه كنت بكسب مثلا 200 جنيه في الموقع، 200 يعني فاهم اللي هو نفس الكلام القريبين منك. صحيح. فانت ده انت بتعمل ايه؟ بتعمل مثلا بورتفوليو، عملت لك 5 6 مواقع او 5 6 تطبيقات زياده للناس اللي موجوده، اللي هو السعر بتاعك انت ضارب السوق تماما. تمام. وبيتدرب يعني بتجرب برضه في العميل، يعني تعتبر انت بتجرب في غيرك. بالظبط بس انت بتجرب، يعني انت مش مدفعه مثلا $2000 عشان تجرب، انت بتدفعه $200 مثلا. بالظبط. ففي النهايه لو ما خلاص خد ال $200 وكل واحد هو غالبا مش هيطلبهم، هو يبقى عارف ان هو رايح لحد لسه مبتدئ، ما تضحكش عليه يعني. النقطه الثانيه بقى ان انت مواقع الفريلانس بتاعتك سواء اب وورك او خمسات او فايفر او ايا كان، بتبدا بقى تحط البورتفوليو بتاعتك اللي انت عملتها، الثلاث مواقع دول مثلا او 3 تطبيقات مع موقعين 3 من اللي انت حطيتهم تانيين. اب وورك مثلا هو بيديك مساحه ان انت تعمل كونتراكت من بره اب وورك، ان انت مثلا انا اتفقت مع حد فاعمل الكونتراكت على اب وورك، خليه يعمله، حتى هياخد 20% مثلا او هياخد النسبه بتاعته، خليه ياخدها، بس في النهايه انت بتزود البروفايل بتاعك عليه. ابدا خد تيست على قد ما تقدر، الاختبارات بقى سواء دوت نت او خلافه او الكلام ده ابدا احطها. لو انت واخد شهادات مدفوعه وشهادات ليها اسم يعني معتمده، فتقدر تحطها برضو نفس الكلام. فتبدا تظبط البروفايل بتاعك. حلو جدا. تمام. وهتبدا بقى تقدم على المشاريع. وانت حاول تقدم بقى في المشاريع في الاول. انت دايما بيبص فيريفايد او اللي هو حد مثلا اشتغل. يعني انا في خمسات مثلا اول ما بدات وفايفر كنت بيبعتوا لي الاي سي او، كان شغل اي سي او مش برمجه، وده اللي لقيته، ده اللي كان سهل الاقيه. هو ببساطه بيبعت لي المقاله ويبعت لي الكلمات المفتاحيه واحطها له اوزعها له جوه المقاله. حلو. ببساطه. واحد تاني كنت بحطها له على ووردبريس ويب سايت واربط اللينكينج ما بين حاجه سيئه جدا، بتقعد مثلا 3 ايام شغال عشان تاخد $5 في الاخر. طيب ده كله وصلك لايه؟ وصلك لمرحله ان انت ممكن تاخد مثلا $10,000 في البروجكت. بعد كده بعد مثلا فتره، لان انت خلاص بقى عندك ان انت سلمت شغلك، خدت 5 نجوم، خدت تقييم ايجابي وشغال على الموقع. فده كله بيفلترك اصلا من البدايه. انت لو اول مره تشتغل على الموقع، ممكن الشخص اللي حاطط البروجكت بتاعه هو عايز ناس تكون اشتغلت على الموقع قبل كده، ناس مثلا من توب ريتد، ناس مش عارف ايه. فانت عشان تقلل الفلتريشن، ان انت تطير في الفلتريشن ده، اعمل شغل على الموقع، خد 5 نجوم، ابدا اشتغل. تمام. يجي هنا بقى المشكله بقى بتاعت الناس اللي بيخشوا يلاقوا الاسعار رخيصه جدا 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 على المواقع دي، فيقول لك لا يا عم ده احنا كده ما لناش اكل عيش في المكان ده. لا، ما هو انت في الرخيص وفي الغالي. يعني انا دلوقتي انا كنت شغال على اب وورك، انا دلوقتي اوقات بجيب عندي بروجكتس بعمل هايرنج لناس على اب وورك، بياخد مني $10,000 ولا $15,000 وانا مبسوط، وفي اللي $100 وب$5. فهي الفكره انت وصلت لانهي مرحله. ما انت في اي شغلانه، انت محمد صلاح في الكوره ما بيقبضش زي حد لسه طالع 20 سنه بيلعب في المقاولين. يعني ما تبصش لبتاع المقاولين تقول لا انا مش هبقى محمد صلاح. يعني امتى احس ان انا المفروض ارفع بقى السعر بتاعي واخلي السعر بتاعي مظبوط؟ لما تلاقي نفسك بتجيب شغل سهل جدا جدا بالسعر القليل. لما الاقي الشغل يعني بقى بيجي بسهوله، ما بقتش بعاني وانا بجيب الشغلانه. والنقطه الثانيه دي بقى هتحتاج حته منك بره البرمجه، ان انت تعرف تعمل كوست مانجمنت. ايوه، جاي نيجي بقى الموضوع الكوست مانجمنت بالظبط. لان انا دلوقتي من اكتر الاسئله بصراحه اللي احنا عايزين نجاوبها فكره احنا نسعر ازاي المشروع بتاعنا. انا جاي لي مثلا عميل بيتكلم معايا دلوقتي عايز يعمل مشروع سي مثلا هياخد مني شغل 3-4 شهور مثلا. حلو. اسعره ازاي؟ انا دلوقتي في الحته بتاعه الكوست مانجمنت دي بتتم ازاي؟ انا دلوقتي لو انا شغال فريلانس وبيجي لي مثلا 5 مشاريع في الشهر، وانا الكاباسيتي بتاعتي ان انا بشيل 10 مشاريع. جميل. فانا هفضل بالسعر بتاعي كويس لان انا اقدر اشيل ال10 مشاريع. طيب وصلت لل10 مشاريع ولقيت بيجي لك المشروع ال12 او ال11 وال12 وهكذا، فانت بقى في لازم هترفض مشروعين. صحيح. فالفلتريشن ده خلاص انت ليه بيجي لك ال12؟ عشان سمعتك بقت كويسه وعشان الكواليتي. مظبوط. فبالتالي انت لازم يبقى دول ليهم سعر. دي اول نقطه. النقطه الثانيه ان انت في البدايه بيجي لك شغل. يعني مثلا احنا اول ما فتحنا الشركه في 2015 كان كل الشغل اللي بيجي لنا ووردبريس مثلا، قوالب جاهزه واشتغل.
جميل. دلوقتي معظم الشغل اللي بيجي لك لا هو عايز حاجات يا اما فروم سكراتش يا اما حاجات معقده وسيستم مثلا هنقعد نشتغل فيه 6-7 شهور. فبقى طول ما انت بتتطور البروجكتس اللي هتجي لك هتبقى معقده اكتر من البروجكتس القديمه. صحيح. تمام. فانت بيحصل ايه ان انت بقى قدامك 12 مشروع، ال 12 مشروع دول اعقد من ال 10 مشاريع اللي كانت بتجي لك، فانت لازم توزع الريسورسز بتاعتك بقى. اولا انت هتقبل المشاريع اللي انت تقدر تشتغل عليها. النقطه اللي بعد كده هل هتشتغل المشاريع دي كلها لوحدك ولا ممكن تجيب حد يساعدك؟ دي نقطه مهمه. بالظبط. فانت هتبدا تقسم، هتقول طب انا ما بصرفش حاجه. ودي دايما يعني بقى في حلقه ثانيه العملاء لما بيجي يكلمك يقول لك انت بتصرف ايه؟ انت معاك اللابتوب وقاعد وبتشتغل. لا، ما انت وقتك ده بفلوس. لو انت ما وصلتش لمرحله ان انت قادر تكسب من وقتك بالطريقه اللي انت عايزها وحاطط تكلفه وقتك ده، ساعتها انت روح اشتغل في وظيفه احسن لك، او ان انت مش هتتطور، هتفضل في مكانك ولو بعد 20 سنه. فانا عشان اتطور انا دلوقتي وقتي دي الساعه بتاعتي بفلوس، فانا عملت ال10 مشاريع، تكلفتي عليا، حق نفسي عليا ان انا يكون بيدخل لي مثلا وليكن كذا. دي تكلفه تحطها على المشروع بتاعك. لو انت اللي بتكسبه اقل من كذا ده يبقى انت بتخسر، يبقى ترجع تعيد التقييم بتاع المشروع بتاعك او الاسعار بتاعتك. في نفس الوقت ما تحلمش. يعني ايه ما تحلمش؟ يعني انت مثلا بتعمل موقع وليكن ب 5000، تيجي بكره تقول لي والله الموقع ب 10000، ال 12 مشروع هتلاقيهم مشروعين. ليه؟ لان هو برده جاي لك في مستوى معين. لا، انت بتبدا تعلى واحده واحده، وتبدا واللي بتعليه ده انت بتبينه للعميل بتاعك. انت هنا عندك الموضوع اسهل شويه من موضوع ان انت تكون فاتح شركه او ان انت معين تيم معاك شغال فريلانس. ودي بتبقى المشكله الاكبر بقى. انت لما بتيجي تاخد مشاريع كبيره بتبقى محتاج تعين ناس معاك، فياخد المشروع مش عارف يقفله، مش عارف يوزع. ان انت دلوقتي لو انت مثلا مقيم ان انت لازم يطلع لك $5000 في الشهر من هنا وطلع لك 4 مش هتتضايق. انما الموظف اللي شغال معاك او الشخص اللي شغال معاك على البروجكت لو انت متفق معاه على ال 5000 مش هيديك السورس كود على الاقل ابسط او مش هيديك الشغل غير لما انت تدفع له الفلوس اللي انت اتفقت معاه عليها. فبالتالي انت البروجكت بتاعك انت اتفقت مع 3 والتكلفه بتاعتهم عدت التكلفه اللي انت متفق مع العميل بتاعك، هتدفع من جيبك. فهي من البدايه بقى قبل ما ابدا اخد شغل واوزعه على ناس لازم موضوع التسعير ده تبقى مقسمه بالساعات كويس جدا، مقسم الاسبرنس بتاعتك. ونصيحه ادرس اجايل مانجمنت، اجايل بروجكت مانجمنت، وانت داخل على الفريلانس ادرس نظام اداره المشاريع ولكن الخاص بالاجايل البرمجه بالظبط. ان انت هتدرس ده هيديك امثله وهيديك فيها كوست، يعني فيها زي موديول كده للكوست مانجمنت. بعد ما تدرس ده ادرس بقى لوحده اكاونتنج اللي جواه الكوست مانجمنت وازاي انت تحسب الاوفر هيدز بتاعتك والتفاصيل بتاعتك بالكامل علشان ما تلبسش يعني. بس طب احنا عايزين نقول شويه حاجات كده بس ايه على ما تدرس انت الاجايل يعني والكوست مانجمنت باختصار كده. انت اعمل لنفسك زي مرتب انت عاوز تطلع بيه خلال الشهر، على اساس هذا المرتب مثلا او على اساس هذا الربح اللي انت عاوز تدخله ليك انت ممكن تبتدي ان انت تكتر مشاريع او تقلل مشاريع، ترفض مشاريع او تقبل مشاريع بالظبط. وعلى اساس برضو الموضوع ده انت بتدرس الكوست اللي انت بتديه للعميل. ما انت ما تروحش تدي للعميل كوست قليل فبالتالي تلاقي نفسك انت شغال وانت ما بيدخلكش الدخل اللي انت عاوزه. احنا هنا بنتكلم برضو يا جماعه بعد ما انت تكون عملت البورتفوليو. انت قبل ما تعمل البورتفوليو بتاعك ما تسالش اصلا لا على مرتب ولا على سالري ولا على الكلام ده كله. انت شغال انت تشتغل وتاخد شغل وتبني سمعه كويسه. بعدين نبتدي بقى المرحله اللي احنا بنتكلم فيها مرحله التسعير، ان انا احط كوست يساعدني ان انا اخد مشاريع وابقى بشتغل وفي نفس الوقت ما اكونش انا ظالم نفسي. دي نقطه مهمه جدا. النقطه الثانيه لو انت فكرت ان انت هتفضل طول عمرك شغال لوحدك انت مش هتنجح في الفريلانس بالمناسبه، ولو نجحت مش هتكبر. يعني لو حتى انت نجحت هتفضل واقف في مكانك مش هتكبر. لازم تتعلم تعين ناس ولازم تفهم ان الناس اللي انت بتعينهم دول ما بياخدوش من رزقك، يعني ما بياخدوش منك حته، بالعكس بيطوروك، هم بيدولك وبيكبروك. لان انت النهارده ما عندكش في جسمك غير هم دراعين، لكن لو انا عينت موظف انا بقى الدراعين بقى 4، بقى عينت موظف تاني بقوا 6، عينت موظف تاني بقوا 8. فانت كل ما بتعين موظف كل ما هو بيعليك وكل ما هو بيزود لك رزقك. انت بعد كده هتلاقي نفسك قادر تاخد مشاريع اكبر. فدي من ضمن النقط المهمه جدا اللي انت لازم تبقى حاسبها برضو وانت داخل الفريلانس، ان انت مش هتكمل لوحدك. انت وانت شغال لازم هتكبر ولازم هتبقى انت معاك تيم. دي من النقط يعني الاساسيه. ودي بيأثر فيها جدا الطموح. انت عايز توصل لفين؟ يعني في ناس اللي هو انا عايز يدخل لي 5000 ويفضل على ال 5000. صدقني انت بعد شويه مش هتعرف تجيب ال 5000 دي، لان صحيح. انت لو ما طلعتش لقدام هترجع لورا. هتلاقي ناس طلعت اصغر منك كانوا في المرحله دي زمان، وبدل ما هو بيدي 5 هيدي 4، فالعميل هيروح له مش هيجي لك انت. صح. فتلاقي نفسك بتعافر وهتلاقي نفسك بقيت خلاص اوت ديت. دي حقيقه. النقطه الثانيه كمان ان انت لو ما عندكش الطموح انت مش هتذاكر بالزبط. انت مش عايز تطور من نفسك فهتموت. فانت اتحسن، وطول الوقت ده الطموح مش رفاهيه، الطموح صحيح. هو لازم يكون موجود ما دام انت اخترت ان انت تسيب الوظيفه وتشتغل في الفريلانس. بالظبط كده. نقطه ثانيه برضو مهمه يا باشمهندس احمد اللي هي حته الصرف. يعني زي ما انا عاوز يدخل لي فلوس، في ناس متخيله ان انا لما بصرف فلوس كل الصرف
هو عباره عن خساره، لا هو في صرف يصنف خساره. لو انا بصرف مثلا بقى على لبس كتير وموبايلات كتير وحاجات زي من دي وخروجات وكلام من ده، الصرف الكتير في المنطقه دي يعتبر خساره. انما اي صرف على شغلك هو مش خساره، لان هو بيكبرك. انت عمرك ما هتكبر غير لما تصرف على شغلك. وانت اكيد طبعا مجرب الكلام ده في شغلك بشكل عام، من اول الفريلانس لحد شركتك في الوقت الحالي. بص، هو يعني في الجزء ده ممكن نقول للناس على جزئيه فكره هي حاجه ماليه، ان انت تدرس ماليه او الكلام ده، بس هي نقطه ان الفلوس دي تعرف امتى ان هي خساره او لا. هل لما انا بصرفها بيرجع لي من وراها حاجه ولا لا؟ بمعنى انا دلوقتي جبت لابتوب جديد، اللابتوب دوت هل انا انتجت منه حاجه، ولا لما جبت ايربودز وبسمع ولا ممكن اجيبها اللي هي سلك او الكلام ده بالظبط. حاجه منهم انت ممكن تبقى نفس الحاجه. لو انت مثلا لو جايب الايربودز دي بس عشان انت شغال مثلا في التصوير فانت عايز تسمع بطريقه معينه او الكلام ده الصوت اللي طالع، فدي ماشي بقت اسيت مش بقت ليابيلتي او بالظبط او خساره بالنسبه لك. بقت بالظبط. جايب مثلا انت راجل سيلز ونازل رحت جايب لبس طريقه معينه واللبس ده مكلف وساعه اوميجا ومش عارف ايه والكلام ده، وده شغلك يحتم عليك ده، فتحولت بقت اصل وبقت خساره. طب حد تاني مش محتاج يجيب الساعه الاوميجا ومش محتاج يجيب اللبس ده، نفس اللبس اتحول لخساره. صح. فهي الفكره جداً. انت الفلوس اللي في ايدك دي انت هتصرفها هيرجع من وراها ايه. نيجي بقى للنقطه الثانيه. احنا النهارده ابتدينا ان احنا ناخد مشاريع وابتدينا ان احنا نسعر. انا النهارده بتسحل في الشغل، انا كمبرمج ببقى مركز جدا 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 في الشغل، لكن الحته البيزنس عندنا بتكون واقعه. عايزين ندي نصيحه لحد شغال دلوقتي فريلانسر وبيفكر يكبر، تنصحه بايه؟ عارف الجوكر اللي هو عنده كذا فيس ده؟ هي الفكره نفسها. فكره ان انت يعني انا زمان كده قصه سريعه، انا كنت بحب دايما ان انا ادرس سوفت سكيلز مع الدراسه عندي وبلعب بلاي ستيشن. تمام. فدايما في تشتيت، هو يقول لك انت بتشتت نفسك. انت بتدرس كنت في ثانويه عامه وبتدرس سوفت سكيلز وتدرس بزنس وتدرس، فانت عمال تشتت نفسك. لما كان حد بيسالني كده بقول له مثلا الطالب المفروض يذاكر كام ساعه في اليوم؟ 6. تمام. طب انا لو ذاكرت ال6 ساعات دي ورحت لعبت بلاي ستيشن 6 ساعات زيهم، هبقى انا سيء ولا كويس؟ عادي خلاص، مش انت خلصت الدور. طب انا ال6 ساعات الثانيه دي خليتهم ساعتين سوفت سكيلز وساعتين بزنس وساعتين بلاي ستيشن، براحتك زي الفل. في النهايه انا ما شتتش نفسي. طب انا لو ما عملتش ده كله غير ان انا بذاكر بس بذاكر 4 ساعات، بقيت اسوأ من الشخص الثاني طبعا. فهي الفكره ان انت دايما المالتي تاسك انا مش مؤمن بيه خالص. فكره ان انت بتعمل حاجتين في نفس الوقت. وانت مبرمج انت او انت فريلانس انت متخيل انت بتعمل حاجتين في نفس الوقت. انت بتبيع وبتمانج وبتعمل بروجرامينج. انت في الحقيقه انت بتعمل حاجه واحده في الوقت ده. الفكره ان انت تعمل تايم مانجمنت بقى. ان انا دلوقتي هبرمج 6 ساعات في اليوم. وانت شغال مبرمج، انت شغال مبرمج، بعدين تقلع الوش ده وتلبس وش بياع. البياع ده ما بيعرفش يكتب كود، البياع ده بيعرف يقرا الناس ولا بيعرف يتكلم تكنيكال. بالظبط، الله ينور عليك. دي من اكتر الحاجات السيئه في الديفلوبرز، ان هم لما يجوا يتعاملوا مع عميل بيتكلموا تكنيكال. لو يقول لك دي بس دي دفايه هحطها لك هنا هتظبط لك، العميل ما يفهمش يعني ايه دفايه. يعني ما يفهمش يعني ايه دفايه. يقول لك والله انا مره كنت قاعد مع عميل وكان معايا حد يعني كان بيتكلم عربي يعني. والله كان معايا حد كان بيشتغل ديزاينر، فكل ما العميل يطلب منه حاجه لا سهله دي CSS. فمره كده العميل راح متعصب عليه، قال له بقول لك ايه، لا تقول لي CSS ولا تقول لي بس انا مش فاهم اللي انت بتقوله ده، اعمل اللي انا عاوزه وخلاص. العميل فعلا مش فاهم هو يفهم منين اللي انت بتقوله. ففعلا زي ما انت كنت بتتكلم وتتفضل تكمل كلامك، ان وانت بتكلم العميل كبياع اوعى تكلمه على انك ديفلوبر ابدا، كلمه على انك انت ما بتفهمش اي حاجه عن الكود. وساعه لما انت تبتدي بقى تقلع وش البياع وتلبس بقى وش مثلا التكنيكال سبورت، وقتها انت لازم تحسس على العميل، تطبطب عليه وقتها، معلش احنا اسفين، والله الغلطه دي من عندنا احنا هنعالجها. هتنسى خالص ان انت كنت تعبان في كتابتها خالص. بالظبط. ولما العميل يطلب منك تعديل ما تحسبش ان ده وقت عليك، احسب ان في واحد غيرك هو اللي هيبرمج مش انت، لانك لو حسبت ان كل ده انت مش هتعمل حاجه حرفيا. يا اما بقى تجيب ناس معاك فعلا تساعد معاك وتخليك تشتغل في الكلام ده، بس خدمه العميل في الفريلانس نمبر 1 يعني ما فيهاش كلام دي يعني. عايز اقول لك برضو من الحاجات الظريفه اللي كانت في بدايه ما بدات، كنت انا شغال لوحدي خالص. فكنت عامل دومين وويب سايت والكلام ده كانك شركه بقى والكلام ده، ولا في ورق ولا في اي حاجه، كنت لسه بقى في الاول خالص يعني. أيوة. تمام. وعامل ايميل سبورت وايميل بيلينج عشان الدفع، وايميل للسيلز، وايميل HR. مثلا العميل يجي يدفع والله ابعت لي الانفويس على البيلينج، وما ابعت له ايميل ابعته له من الايميل بتاع البيلينج. طب واحد تاني بقى عايز سبورت، ابعت للسبورت. وعمال اكلم العميل من وبعدين بقى وعامل ايميلات بقى باسامي مش عارف ساره، اسامي تانية اللي هم دول بقى ايه، لو انت بقى سبيشال قوي ابعت لايميل الديفلوبر دايركت. تمام.
وهو في النهايه ويتابع عندي بس هو العميل هو مش هيوصل لمرحله، والنقطه مش هيوصل لمرحله ان هو يثق فيك وانت شغال لوحدك بالكامل. صح. فكنت فيك ات تو ميك ات بشكل ما، الحمد لله نجحت يعني. بس جميله، هي فكره بس جميله فضحت جدا بس يعني هي النقطه بقى بعد كده انت نفسك لما بتبعت وانت بترد بقى العميل كتكنيكال سبورت او انت بترد عليه كسيلز او الكلام ده، انت شخص تاني تماما. صحيح. انت شخص يعني هي الفكره بقى هي كده، ان انت افصل دماغك كبروجرامر، افصل دماغك كسيلز، افصل دماغك كبروجكت مانجر، افصل دماغك كريكروتر، وانت بتعين الناس انت بتبص لهم بقى بطريقه معينه كبيرسوناليتي بقى بالكامل. فانت بتبص كل واحد وقسم وقت. اذا عشان اقدر اكبر يبقى انا اول حاجه لازم اتعلم ان انا افصل، لازم اعمل تايم مانجمنت، ولازم ادرس بزنس، لازم اكون انا دارس بزنس، دارس مثلا ماركتنج، شويه حاجات كده تساعدني مع السوفت سكيلز طبعا اكيد ان انا اعرف ادير دنيتي والكلام ده كله. ذات از واي على فكره يا باشمهندس احمد انك هتلاقي ان المصريين بيعانوا في الفريلانس، لان هم المشكله ان احنا واخدين السوفت سكيلز دي وشويه السكيلز اللي احنا بنتكلم فيها على انها حاجات مش مهمه، انها حاجات يعني عاديه. احنا نكتب كود يعني، يلا بينا ناخد كورسات برمجه، يلا بينا نتعلم برمجه، افتح اليوتيوب شوف لك اي فيديو تتعلم فيه برمجه. انما سوفت سكيلز اطور من نفسي، اتعلم بزنس، لا دي مش تبعي. لذلك هتلاقي اغلب الناس بيجروا على الشركات، ما بيجروش على الفريلانس، مع ان ممكن يكون الفريلانس فيه حريه اعلى وفي مكسب اعلى كمان، بس حريه اعلى. هي نقطه كمان مع ده ان احنا الى حد ما بشبهنا بالصناعيه شويه. فكره ايه؟ او الصناعي، مش الصناعيه، هو الصناعيه في كل العالم يعني. بس احنا عندنا لو انت معاك فلوس النهارده انت ممكن ما تردش على التليفون. ايوه دي مشكله كبيره جدا، ودي من المصايب مش المشاكل. صحيح. يعني فكره اللي هو انت مش بس يعني دي بقى في التايم مانجمنت، انت ما تردش على التليفون ليه؟ عشان انت مش محتاج. اول ما فلوسك تبدا تخلص دور على بروجكت طبعا، وترد بقى وتشوف الناس القديمه بتوعه عشان لو عنده بروجكت جديد فاهم انت الجو ده. فدي من الحاجات العيوب يعني انا مش عارف دي في السياق ولا لا، بس دي بصراحه جت في بالي دلوقتي يعني. صحيح. يعني انت حاول على قد ما تقدر ادرس البيزنس، والبيزنس مهم. والنقطه الثانيه اهم حاجه في البيزنس الاستمراريه، مش فكره انا معايا فلوس قد ايه النهارده. والعقليه، انت بتكبر كعقليه يعني، لعقلك نفسه لما بتسع اكتر بتقدر ان انت تكبر. يعني انت مش عمرك ما هتكبر وانت دماغك ضيقه، فانت عشان تكبر لازم تتعلم برضو. يعني انت لازم تفضل تتعلم، تفضل تاخد كورسات، تفضل تطور من نفسك. انا لحد النهارده بتعلم، فطبيعي كلنا يعني عمرك في حياتك ما هتقدر تكبر من غير ما تتعلم وتطور من نفسك كويس. يعني لو انا النهارده بقى خلاص انا وصلت لمرحله كويسه في الفريلانس وعاوز ابتدي اقنن وضعي، ان هي تبقى شركه او كلام من ده، امتى احس ان انا عايز اوصل للمرحله دي؟ يعني في ناس كتير شغالين بالمناسبه من غير ما يكون عندهم سجل تجاري ولا بطاقه ضريبيه ولا الكلام ده كله، وشغاله وماشيه. طب امتى احس ان انا عايز اخد الخطوه دي؟ شفت موضوع الايميلات اللي احنا كنا بنتكلم عليه من شويه؟ طول ما انت قادر ترد على ال5 ايميلات بدون مشكله، وقادر تبدل الماسك بتاعك بدون مشكله، فانت قادر تشتغل لوحدك بدون مشكله. تمام زي الفل. بيحصل ايه بقى؟ طبيعي بتاع اي حد شغال ويبدا ينجح، هتلاقي نفسك ان انت بقيت الجزء البرمجه ده، وده غالبا اللي انت بتستغنى عنه. ده اول حاجه بتستغنى عنها، ان انت بتبدا تشوف حد مبرمج يبدا يشتغل معاك. جميل. فانت كده بدات تجيب واحد، ماشي، بدات تجيب حد عايز سيلز، جميل، بدات المشاريع بتاعتك تكبر. اول ما المشاريع بتاعتك بتكبر، يا اما هيبقى ليها مواقع بتاعتها فريلانسر او اب وورك او كده، او الناحيه الثانيه الشركات اللي موجوده على الارض. الشركات اللي موجوده على الارض يعني ايه؟ يعني فواتير، يعني قانون، فبالتالي انت محتاج تقنن الوضع. النقطه الثانيه انت بقيت محتاج محاسب عشان يتعامل مع ويحصل. انت عندك مشكله التحصيل رقم واحد. انت اي شركه هتسالها ايه مشكلتك الاساسيه في السيوله؟ تحصيلات، تمام، مش البيع اصلا. أيوة. فانت عندك حد بتاع تحصيلات، عندك حد في السيلز مثلا، انت بقيت بتجيب كذا حد، مش قادر تتكلم في التليفون طول الوقت فانت عايز حد يتكلم في التليفون، محتاج اسيستنت، محتاج. فانت معلش بقى انت هتعمل ده كله ازاي كفريلانس؟ مش هتنفع. انت بقيت شركه يعني. حتى لو انت مش عايز تعمل شركه، انت شركه بالظبط يعني فاهم. فانت خلاص انت شركه. هي الفكره بقى ان انت مش هتعرف تعمل ده كله من غير ما يكون عندك وضع قانوني، من غير ما يكون مثلا عندك مكتب حتى بيجمع الناس الاساسيه اللي موجوده وبيتحركوا منه كمبيعات او خلافه. انت مش هتقول لي والله الوقت ده انا المفروض اعمل شركه. اللي بيعمل شركه وهو بيجبر نفسه انه يعمل شركه غالبا بيقع، انما هي بتيجي لوحدها. انت هتلاقي نفسك احنا يا جماعه خلاص احنا عملنا الشركه. الكلمه دي واقعيه بشكل مش طبيعي. انا فكره ان الموضوع فعلا مشي معايا كده، يعني زي ما انت قلت بالظبط. يعني واحد لا ده انا محتاج واحد اكتر، لا ده انا محتاج واحد اكتر، وفي كل مره بتبقى جايب واحد احيانا بيراودك كده احساس كده شيطاني، فاهمني؟ هجيب فلوس هو انا محتاجه يعني، هو انا بجد انا محتاجه ولا انا مش محتاجه؟ فتلاقي ان الوضع غصب عنك لا ده انا محتاجه، فتروح جايبه، فتبص تلاقي ربنا فتح مع الراجل جايب رزقه، فاهمني؟
فتبص تلاقي العمليه فعلا بتكسباند لوحدها. غير بقى لو انت بقى دارس بيزنس بقى، ودي المرحله الاعلى اللي اعتقد اللي احنا ممكن نكون داخلين فيها في الفتره الحاليه، ان انت لا ده انا عندي بلان فور اكسبانشن اصلا. يعني بعد بقى ما تعدي بقى مرحله بقى الفريلانس وانها تيجي لوحدها وتبص نفسك لقيت بقيت في قلب البحر وخلاص بتعوم، لا ده انا عايز اعمل بقى بلان عشان اوصل للشط بقى عايز اوصل لليونان بقى، عايز اوصل لايطاليا. هنا بقى تتعلم بقى بيزنس، يبقى تعمل بقى بلان للاكسبانشن، ان انت تعرف بقى تكبر، تفتح فروع زي الراجل الطيب ده فتح فرع في الامارات مثلا، كلام من ده وهكذا يعني. بالظبط. لو عندك اي نصيحه تانية تحب توجهها لاي حد مثلا بيبتدي النهارده في الفريلانس، نصايح مثلا ممكن نقول مثلا 1 2 3 4. هي اول نصيحه اهدى على نفسك يعني بصراحه. يعني هي مشكله السوشيال ميديا ومشكله وسائل التواصل، او ان انت بقيت مفتوح على العالم بشكل كبير، بقيت بتشوف الناس ممكن تكون سابقاك بمراحل كبيره جدا وبقيت تقارن نفسك بيهم. فدي بتعمل لك احباطات في الاول، وفي نفس الوقت تطلعات ان انت عايز توصل للموضوع ده بسرعه. فانت اول نصيحه ليك وانت لسه بتبدا، اهدى على نفسك. حلو، اول نصيحه حلو جدا. يعني واحده واحده كده ان شاء الله بتوصل. نمبر 2. تمام. النقطه الثانيه، خليك محترف. يعني اول حاجه مفيش مشاعر في البيزنس. الجمله دي انت لو مش قادر تقيمها وتقول لا في مشاعر، لا مش عارف ايه، انت بتخاف على الناس انها تزعل، وتخاف بعد كده ان شاء الله لما تفتح شركه تخاف على الموظفين ان هم يزعلوا. بس صحيح. في النهايه انت مربوط بنتائج معينه لازم توصلها. فانت مفيش مشاعر في البيزنس. اول حد لازم تقسى عليه هو نفسك. صحيح. انا والله النهارده عايز اخرج مع خطيبتي، بس انت عندك شغل، اول حد هتقسى عليه. انا والله النهارده عايز اسهر اتفرج على فيلم حلو لسه نازل جديد. انا والله النهارده عايز العب رياضه عشان انا بحب الرياضه جدا. في النهايه اعمل الخطه اللي انت هتمشي عليها واستمر، وابدا يعني خليك قاسي مع نفسك علشان توصل لنتيجه. مشكلتنا في الموضوع ده ان احنا ما بنقساش على نفسنا. اكتر حد بندل يعني انت تعامل مع نفسك كده كانك شخصيتين، شخصيه بتاخد الامر او بتدي امر، وشخصيه بتاخد الامر. فانت لازم الشخصيه اللي بتاخد الامر تسمع الكلام، واللي بيدي الامر يكون قاسي شويه. النصيحه الثالثه، لازم تعرف تتعامل ازاي مع الفلوس. في النهايه لو انت تعرفش تتعامل مع الفلوس وانت كويس في كل حاجه هتقع. في اوقات كتير جدا وانت شغال فريلانس هتلاقي معكش فلوس وماشيه. ازاي؟ لو انت بتعرف تتعامل مع الفلوس. صح. جدولة الفلوس. هي الفكره مش مشكله الفلوس، هتبدا تكتشف بقى ان المشكله مش مشكله الفلوس. ممكن بقى فيديو عن الشركات هيبقى اكبر. هي مشكله السيوله. يعني انا ممكن يكون مثلا ليا في السوق مليون جنيه واقفل الشركه، مش عارف احصلهم، وانا النهارده عندي 50,000 لازم تدفع. فهي مشكلتك دايما مع الفلوس، مش الفلوس نفسها، مع السيوله. ازاي تدير السيوله اللي تحت ايدك. فانت في الفريلانس هتبدا تتعامل ده. اخر نصيحه بقى هقولها لك مع الكلام ده كله، انت محتاج ازاي يبقى عندك نضج عاطفي. لان مشكله الفريلانس ومشكله رياده الاعمال ومشكله فتح الشركه ان انت ممكن في يوم واحد تلاقي نفسك بتجرب 5 6 مشاعر مختلفين. دي حقيقه. مشاعر ان انت في السماء، ومشاعر ان انت بتموت وخلاص وهتتحبس، ومشاعر ان في عميل بيتخانق معاك، ومشاعر ان بالليل بتمضي عقد بارقام كبيره. ومشاعر ان عندك موظف مثلا مهمل مثلا وعنده مشاكل، وانت في وسط ده كله ممكن تقرر ترفده. يعني ممكن مثلا تقرر ترفده بسبب غلطه مثلا صغيره. بالظبط. فهي لو مفيش الثبات الانفعالي بقى اللي انت بتمشي بيه، لا هتعرف تدير سيوله، لا هتعرف تقسى على نفسك، لا هتعرف تدير الموظفين وتتعامل معاهم ازاي، لا هتعرف تتعامل مع العميل وهتتخانق مع العميل ده وهتشتم العميل ده وهيطلع منك التصرفات، وفي النهايه مش هتعرف تكتب الكود ولا هتعرف تطلع البروجكت اللي انت محتاج تطلعه. المنظومه كلها تقع. فهو الثبات الانفعالي هو المفتاح بتاع اي حد عايز ينجح، لا فريلانس او انه يفتح شركه بتاعته. والله يا باشمهندس احمد استفدنا جدا جدا بالمقابله بتاعتك. وطبعا اكيد لو الشباب حابين ان احنا نتكلم في حاجه تانية سيبوها لنا في التعليقات، عشان هو الراجل ده احنا بنجيبه من الامارات بالعافيه بس هنجيبه يعني، او انا هروح له يعني. دي المره الجايه هناك ان شاء الله. المره الجايه هناك بقى في الامارات ان شاء الله باذن الله. فاكتبوا لنا التعليقات عشان المره الجايه ان شاء الله نعمل لكم بقى حاجه تكون على ذوقكم انتم وزي ما انتم عاوزين باذن الله. شرفتنا ونورتنا يا باشمهندس احمد. متشكرين جدا ليك. ربنا يبارك لك يا رب. نشوفكم على خير يا جماعه في فيديو جاي. سلام عليكم.